لا انت ولا بتاع السيراميك ولا لو كنت جايب مهندس. سلام عليكم. اللي اوله شرط بند السيراميك، وركز معايا قوي في البند ده لان ده بند يا صابت يا خابت. ده البند اللي انت ما تقدرش تستحمل خسارته. لا انت ولا بتاع السيراميك ولا لو كنت جايب مهندس، الخساره فيه بتبقى فادحه. وقبل ما تسأل على السعر اكتب ورايا الكام نقطة دول واعمل سيف للفيديو ولايك برضو عادي. اولا لازم تبقى اخترت السيراميك اوريدي عشان تبقى عارف المقاسات وتقول للراجل اللي هيركب لك انا هركب مقاس كذا في كذا، لان كل مقاس طريقة تركيبه واشتراطاته وسعره بيختلف. اظن لوجيك. نزلنا اخترنا مقاسات السيراميك، كلم المقاول يجي معاك وتقول له شايف الحمام ده انا هركب فيه بلاط مقاس متر 20 في 60 او مقاس 90 في 30 او وات ايفر المقاس اللي انت جايبه، وتخليه يقعد يعد انت محتاج كام بلاطه، وتروح تبلغ اللي انت هتشتري منه تقول له انا محتاج كام بلاطه، دول يعملوا كام كرتونه؟ قال لك مثلا دول 10 كراتين، قول له خلاص زود كمان كرتون عشان الريسك الخطا. ولو جايب بلاط كبير محتاج تمحر الحمام او المطبخ عشان تركبه، فمعلش بعد اذنك خلي مقاول السيراميك يجيب حد هو يعرفه وهو اللي يستلم منه، عشان ما تخسرش ماده، عشان ما تخسرش اعاده محاره تاني، عشان ما يجيش يركب السيراميك ويقول لك معلش اصل بتاع المحاره هو اللي غلط. يبقى هو اللي مسؤول عن الشغل من اوله. واكتب ورايا بقى هتقول له الكلام ده. لازم تركب البلاط متسنتر، يعني في نص الحيطه، يا اما يحط بلاطه كامله او يحط بلاطه يمين وبلاطه شمال ويبقى اللحام في النص. وفي الارضيات لازم يعرض عليك كذا اوبشن عشان ما تبانش معاك غلايق في الارضيات. ولو اصلا المكان عندك لازم هيطلع فيه غلايق، فانت ليك الحق انك تختار انك تجيب الغلاقه ورا سرير، تحت كنبه، ورا دولاب، تحت يونت مطبخ. يعني لو الغلط موجود اوكي هنتعامل معاه، بس نبقى عارفين هو فين، والصنايعي الشاطر هيقول لك الغلاقه هتطلع معاه فين. الغلاقه دي ان هو يقعد يحط بلاط جنب بعضه كده، فهتبقى حته صغنونه كده في الاخر كده، هو لازم يقطع الحته الصغيره دي يحطها، فلازم تبقى في مدخل الشقه انا بقى تحت الكنبه. لوجيك برضه، لان اي زياده واي نقص هيخسرك انت وهيعطله هو، ومن مصلحتك خليها كلها مسؤوليته. قول له انت شاول، انت طلع الرمل، طلع الاسمنت، انت وضب لنفسك شغلك ويتحاسب طبعا. وكده كده الصنايعي الشاطر ما بيعطلش نفسه، مش كل شويه يتصل بيك يقول لك يا باشمهندس والنبي في رمله بقى في الاوضه اللي جوه عايزين نطلعها بره، يا باشمهندس معلش عايزين شكارتين طلعهم لي من الدور اللي تحت، يا باشمهندس الكراتين كترت والنبي شوف لنا حد ينزلها. كل الدوشه دي انت في غنى عنها وتقدر تتفق عليها من الاول. قول له توضيب الشغل كله جوه الاتفاق بره عني، ولازم تبقى قايل له من الاول انت هتستخدم ايه في الزوايا والكورنرات. عايزه يشطف لازم تتفق معاه من الاول. هتركب زوايا بلاستيك لازم تتفق معاه من الاول. تركب زوايا بلاستيك، تركب زوايا ستانلس، لازم برضو تبقى متفق معاه من الاول. ولازم تبقى قايل له ان الوزر اللي هيركب عندك هتركبه مبدع عشان ما يبقاش بعيد عن الحيطه. ولازم تبقى عارف سعر تركيب الوزر كام، ما تروحش تسال على الارضيه وبعد كده تتنفخ في سعر تركيب الوزر. وهتقول له الحاجات اللي جايه دي مش لازم تفهمها بس لازم تقولها زي ما انا اقول لك كده او سيرش عليها. هتركب بكليبسات وصلايب، ولو جايب بورسلين هندهن ظهر البلاطه ماده. لازم يبقى معاك شرب ليزر وهزاز فايبريشن. ولو جايب مقاسات كبيره لازم يبقى معاه المكنه بتاعت التقطيع الكبيره او يبقى عنده ورشه هيروح يقطع فيها. وبعد ما تقول له الكلام ده كله اتفق معاه على السعر، عشان والله الغلطه في البند ده تلوحك انت شخصيا. واللي اوله شرط اخره نور. سلام عليكم.